الفنانه الكبيره الهام شاهين. حضرتك قولي لنا نازله النهارده ليه؟ نازله عشان اقول للناس قد ايه انا بحب مصر، وانا فرحانه وبحتفل مع المصريين بالعرس الديمقراطي الجميل، ان المصريين نزلوا وادوا صوتهم وبيشاركوا في صنع القرار وبيشاركوا في صنع مستقبلهم. كلنا ايجابيين، مفيش حد سلبي. اللي سلبي وما نزلش يعني الله يسامحه وهيندم على انه ما نزلش، لان انت ازاي تطالب بحقوقك لو ما عملتش واجباتك؟ واجبك انك تنزل وتدي صوتك ايا كان صوتك. احنا مش نازلين لا بنعمل دعايه لمرشح معين، خلاص وقت الدعايه خلاص انتهى. احنا نازلين النهارده نقول مصر، مصر اولا واخيرا. اي مرشح ممكن يجي فتره وهيمشي، لكن مصر هي اللي باقيه، فلازم كلنا عايزين نثبت قد ايه بنحب مصر. انا ياما عملت معاكم لقاءات في استديوهات، بس النهارده الشيء المختلف انا عايزه انزل احتفل مع الناس في الشارع، يعني حاسه اني عايزه افرح مع انا الناس. شفت حضرتك فرحانه جدا وبتضحكي بجد من قلبك. قولي لي حاسه بايه دلوقتي وانت واقفه وشايفه المصريين قد ايه بيحبوا مصر؟ بحب مصر قوي وبحب الشعب المصري قوي ومتفائله خير، لان احنا مرينا بفترات صعبه ومرينا بفترات اكتئاب وحزن. كفايه بقى اكتئاب وكفايه حزن، عايزين نضحك، عايزين نفرح، عايزين نشتغل عشان بكره، عايزين نتحمس، عايزين شويه حماس كده في حب البلد. البلد مش هتنهض لوحدها، البلد هتنهض بينا، يعني بهمتنا باننا كلنا نتعب ونشتغل. الرئيس مش هيشتغل لوحده. فحاسه بفرحه كبيره وحاسه بحاله حب للبلد دي ولتراب البلد دي، عايزه اعبر عنه، وده اللي منزلني النهارده. بعد ما شفنا فرحه المصريين مع الفنانه الجميله الهام شاهين، احنا طبعا ابتدينا بيها عشان ليديز فيرست وعشان هي اجمل فنانه طلعت معانا النهارده. احنا بنشكر حضرتك جدا.